ولما كانت الحلقة الثالثة وفيها الليلة التالية، بعد أن قضى الملك شهريار سحابة يومه في تصريف أمور المملكة، ودلف إلى مخدعه، وصرف الجواري والخدم والحشم، واتخذ مجلس الليلة الماضية، التفت إلى شهرزاد. والآن يا شهرزاد، أنت تعرفين أن موعدك مع الله قد تأخر يومين. مولاي، إنما أنا جاريتك، والموت والحياة بيد الله، ولكني أريد أن أعرف ما جرى لصاحب الخان مع ملك الجان. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والنظر السديد أن الملك لقمان لما سأل وزيره حسان عما جرى لصاحب الخان مع ملك الجان، قال له الوزير: اعلم يا ملك الزمان أنه كان في الطريق إلى مدينة زازان خان قديم ينزل به المسافرون بين الحين والحين. وذات يوم نزل بالخان أمير زازان، وبعد أن رحل الأمير إلى حال سبيله وجد في رحيله، وجد صاحب الخان سرة تحت السرير مملوءة بالجواهر والدنانير، فقال: والله لا أخون الأمانة. وترك صاحب الخان خانه، وأخذ معه كلبه الذي لا يفارقه ساعة، وظل سائرا حتى شعر بالتعب والجوع، فجلس إلى شجرة كبيرة، وجد إلى جانبها حجرا كبيرا، فأخذه بيديه وقذف به بعيدا، ولم يكد الحجر يلامس الأرض حتى قفز الكلب خائفا، وارتفع فجأة عمود من الدخان، وظهر تحته مارد من الجان. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ ده انا هاخد روحك من جسمك. لا لا لا، ده انا هشرب من دمك. قول لي، تحب تموت ازاي؟ اعمل معروف. مين اللي رمى الحجر ده؟ انا اللي حدفته. انت حدفته على دماغ ابني، قتلته. ما حصلش، انا حدفته على الارض قدامك اهو. عاوز تشوف بعينك؟ امسك. لا 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 لا. امسك العصاية دي. لا 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 لا. قل لها: يا عصايا سيسبان، خلي المخبي يبان. يا عصايا سيسبان، خلي المخبي يبان. الله، ده مقتول، ده ميت. انت اللي موتته. انا ما شفتوش والله، ما كنتش شايفه، انا ما اقصدش. كل كلامك ما يفيدش والله العظيم. انا الشاهد على روحك. اعمل معروف. الشاهد على روحك. طيب بس ارجوك كلمة واحدة. انا راجل صاحب خان، وعندي امانات وودايع وعليا ديون، يعني اديني مهلة ادي للناس حقوقها وارجع لك تاني. كذاب كذاب يا ابن ادم، كذاب. ابدا والله العظيم ابدا. حرام عليك، الناس تضيع حقوقها ويبقى ذنبهم في رقبتك. وعاوز مهلة كام؟ 7 أيام. انا حديك المهلة دي. روح يا انسي، 7 أيام. قوم يا سال. 7 أيام. الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت يا انس في ميعادك، ادي وقتك واوانك. قوم يا انسي اقتلك زي ما قتلت ابني. قوم. اقتلني زي ما انت عايز، انا خلاص حياتي ملك ايديك وجيت لك برجليا. بس قبل ما تقتلني تسمع حكايتي مع الكلب ده، وبعد ما اقولها لك اعمل فيا اللي عايز تعمله. ماله الكلب ده؟ الكلب ده مش كلب. مش كلب؟ امال ايه؟ ده اخويا من لحمي ودمي. اخوك؟ ايوه اخويا، واسمه سالم. مش كده يا سالم؟ شوف بيهزلك دماغه ازاي، بيقول لك ايوه. عجيبة. وبعدين؟ احنا كنا اخين، سالم اللي هو الكلب ده، اللي هو الكلب ده، وسلام اللي هو انت، اللي هو انا. كان ابونا تاجر غني، وعمره ما كان بيحب سالم من شقاوته واخلاقه، كان بيحبني اكتر منه. الله يرحمك يابا. ترك لنا ثروه كبيره واشتركنا انا واخويا، وشهر ورا شهر بصيت لقيتنا بنتاخر. قلت له نقسم، وقسمنا اللي فاضل 100 تركه، وخد هو نصيبه وانا اخدت نصيبي وخدت والدتي معايا. وسنه ورا سنه انا في الطالع وهو في النازل. وجيت اطلع الحجاز، بعت البضايع وخبيت الفلوس البيت ووصيت والدتي، وغبت 8 اشهر. رجعت البلد، اول ما دخلتها لقيت واحده شحاته. لله لله يا ابني، ربنا ما يعري لك جسد ولا يجوع لك كبد. حن على المقطوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضلي يا والدتي. إلهي ما تمد ايدك، إلهي ما يحوجك الزمان، إلهي. الله، انت مين؟ أي سلامة أمي. سلامة سلامة. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ قومي، ايه اللي معادك كده يا اما؟ قومي يا اما. هنروح فين يا سلام؟ نروح بيتنا يا اما. ما عادش لينا بيت يا سلام. ايه؟ اما راح فين؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ قوليلي. مفيش. انت سافرت يا ابني من هنا، وطب علي اخوك من هنا، لقيته غلبان ما معاش، قعد يبكيلي صوب عليا، اديته تنه يحرب ورايا لما عرف طريق الفلوس، وطب عليا في ليلة كان هيموتني، وسرق كل الفلوس وهرب. وبعدها ب4 ايام جم ناس يخرجوني من البيت، قلت لهم ده بيتي وبيت ابني، طلعوا لي الحجة، اتاري كان سرق الحجة بتاعت البيت. ومن يوميها اتلطمت في الشوارع، بقالي 6 شهور على الحالة دي. لما شوف بقيت ازاي يا سلامة. ما تعيطيش يا اما. انا عشانك يا سلام، انت ما تستاهلش كده يا ابني. ربنا ما بينساش حد يا اما. امنت بالله. ايه رأيك في حياتنا دي يا اما؟ الحمد لله رضا، دي لو زادت عن كده تحمض، بس ربنا يديمها نعمة. ناقصك حاجة يا اما؟ اللي ناقصني اعرف احوالك، انت ليه مخبي عليا؟ انت بتعمل ايه في دنياتك؟ ابدا يا اما، انا هقول لك كل حاجة. انا فتشت كتير على شغل ما لقيتش شغل. قبل ما تخلص الفلوس رحت شاري شبكة، وكل يوم اروح البحر، ربنا يبعت لي من خيره، ابيع جزء والجزء التاني اديه للخباز كل ليلة ويديني بتمنه العيش اللي بجيبهولك. كده يا سلام. وماله يا اما؟ بعد العز اللي كنا فيه
تعمل صياد يا سلام. بكرة ربنا يفرجها وتبقى عال. الله، مين ده؟ الله، الراجل وقع على الباب. الله، الراجل سورق. هاتي القنديل وتعالي يا أما. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله، سالم، ما تدخلوش سالم يا البيت، أما. ما تدخلوش البيت. ده بيرتعش يا أما. يقطع قلبي. شيلي، تعالي يا أما، شيلي معايا يا أما، شيلي معايا. شوفي هدومه مقطعة ازاي. ده حافي يا أما، حافي. شوفي شعره ودقنه. يقطع قلب أمك يا ابني. اهو هيصحى. الحقيني بالكوس. سالم. مين؟ انا سلام، انا اخوك. قوم يا سالم، فوق. انا اخوك سلام. سلامة أخويا، هات إيدك أبص. ابوس اهو. انت عملت في نفسك ايه يا سالم؟ ربنا ما باركليش، وبت وصبحت زي ما انتوا شايفين. سامحيني يا أما. قلبي غضبان عليك يا سالم، معلش يا أما، كفايه اللي هو فيه. واللي احنا فيه. المسامح كريم يا أما. انت تخليك ويانا يا سالم، واللي يجرى علينا يجرى عليك، ولقمة 2 تكفي 3. انت قلبك طيب يا سلام. ما تعيطيش يا أما. أنا هكفر عن ذنوبي. أنا مش ابنك، أنا مش أخوك، أنا العبد بتاعكم، أنا خدام. وبعدين معاك انت وسالم يا أما. الله، ده بدل ما نفرح يعني اللي ركب السلامة. بعد اللي عمله يا سلامة. اللي فات مات يا أما، احنا ولاد النهارده. قومي هاتي له ياكل. هل بت ما انت جعان يا سالم؟ بقالي 3 أيام ما دقتش الزاد يا سلامة. ده احنا ما عندناش غموس يا سلام. طب دقيقة واحدة، أنا هخرج أجيب لكم الغاموس وأجي جري. اقفلي الباب ورايا. ما تغيبش يا سلامة. وعاد الفتى يحمل الإدام، ومد أمامهم الطعام، وحليت لهم لقمتهم، ورضيت معيشتهم، وعاشوا أغنياء وهم فقراء. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 3 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.